أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن طريقة إظهار أيقونات سطح المكتب الرئيسية بعد تثبيت ويندوز 10. ثبتنا الويندوز كده بس الأيقونات الرئيسية مش ظاهرة زي ماي كمبيوتر وغيره. الطريقة الأولى كليك يمين على سطح المكتب، وبعد كده اختار آخر اختيار بيرسونلايز، وبعد كده أقصى الشمال نختار سيمز، ضغط عليها كليك شمال مرة، وبعد كده نروح لأقصى اليمين ديسكتوب ايكون سيتنج ونعلم كل العلامات الموجودة اللي احنا محتاجينه، بس مش شرط كلهم، احنا هنا هنحددهم كلهم ونضغط اوكي. ظهرت كده الايقونات. طبعا في طريقة تاني، ان احنا بنضغط عند طبعا علامة الويندو، ونطلع بعد كده سيتنج ونختار برضو بيرسوناليزيشن، ونفس الخطوات نروح سيمز وديسكتوب ايكون سيتنج ونعلم. احنا معلمينهم قبل كده، لو مش متعلمين نعلمهم تاني. هنفترض ان هما مش متعلمين كده، هنعلمهم برضو واوكي احنا معلمينهم. يبقى الطريقة الأولى دي التانية، والطريقة الأولى عرفناها عن طريق سطح المكتب نفسه. كليك يمين ونختار آخر اختيار بيرسونلايز وسيمز. وبكده أعزائي المشاهدين اتكلمنا عن طريقة إظهار الأيقونات الرئيسية بعد تثبيت نسخة 10. إلى أن نلتقي في حلقات قادمة، لكم تحياتي.